كنت شاكة انك هتيجي، تقوم تفاجئني انك هتبات. ما انا حسيت بقى ان انا بقالي فتره تعبك معايا، قلت اما اعوضك شويه. اديكي شايفه الفتره اللي فاتت الدنيا كانت متلخبطه ازاي. طب قولي، وانت ازاي تصالحها وفي نفس اليوم تبات بره البيت؟ ده انت جريء قوي. هو عشان احنا لسه متصالحين، فانا حاسس انها مش هتبقى عايزه تعمل قلق في اليوم الاولاني. على فكره هي فاهمه دلوقتي ان انا في بورسعيد. والله؟ يعني انت هناك؟ طب تيجي بالسلامة يا روحي. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده يا يوسف؟ ده ازاي كده؟ ده ازاي كداب كده؟ رد عليا! انت جيتي هنا ازاي؟ هو ده كل اللي فرق معاك؟ كل ده اللي شاغل تفكيرك؟ بدل ما تقولي بتعمل ايه مع الرخيصه دي؟ قطع لسانك يا زبالة. أنا اسمي رؤية العسكري وده جوزي، واطلعي بره بيتي. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا لهوي! هي مراتك؟ ليل، في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. رد عليا! مراتك يا يوسف! ما ترد. ايوه مراتي. طيب عملت فيك ايه؟ ليه قلبي تعمل فيا كده يا يوسف؟ عشان واحدة زي دي؟ لا بقى، ده انت زودتيها قوي. بقولك ايه؟ اطلعي بره. ليل، تعالى هنا. انت كمان رايح وراها بعد ما غلطت فيا؟ بقولك ايه، لو رجلك خطت ورا البت دي تطلقني الاول. رؤية، انت شايفه الموقف صعب ازاي؟ ها؟ علشان كده خروجك وراها ملوش اي معنى. اهدى كده وفكر، شوف هتعمل ايه، على الاقل تعرف ايه اللي يناسبني. اسمعيني يا رؤية، الست دي ام بناتي، يعني ما ينفعش اتعامل ان مفيش حاجه حصلت. انا مش هخرج وراها حالا، بس كده كده لازم تفهمي ان لازم امشي. ها؟ فرح، أنا مش عايزة أي أسئلة دلوقتي خالص. عايزاك تلبسي البنات تحضري لهم شنطتهم، أروح عند ماما دلوقتي حالا. أنا مش عايزة حد يحس بأي حاجة. بص بقى، احنا بنجيب المكعب الكبير ده عشان يسند المبنى ده كله. عايزك كده تطلع مهندس شاطر زي انا وبابي. ها يا ابني، بص لي، انت باصص فين؟ أنا عايز ماما. طب وبعدين؟ حبيبي، احنا مش قلنا ان مامي تعبانه شويه؟ بس هي المفروض تكلمني. ما هي هتكلمك طبعا،
اول ما هتبقى كويسه هتكلمك، بس اللي انا عايزه منك دلوقتي ان انت تلعب وتاكل وتتبسط. مش عايزك تنسى ان انا معاك. انا بكره هجيب البلاي ستيشن ونيجي نلعب بقى للصبح. اوبا، خلي بالك يا حازم، ادم هيكسبك وهيبهدلك. بيقول انك لعيب قوي. تعال هتحط. جينا، Yes, sir. Please take Adam to his room and let him watch his favorite cartoon until he falls asleep. Adam, come with me. طب بص ناوي وشك عامل ازاي؟ ده هو لوحده يجيب كتاب. محدش حاسس بيا. انا فاهم والله، بس انت قادر لما اشوفك كده هيحس ان الدنيا مش تمام خالص. الدنيا مش تمام يا حازم. الدنيا مش تمام. مالك؟ لميتي كل حاجة؟ ايوه في ايه؟ بعد أنا مش قادرة أتكلم لما نمشي أحكي لك كل حاجة. يا بنتي ايه اللي عمل فيكي كده؟ في ايه؟ البني اللي متجوزاه شفته بعيني، شفته. ارتحتي؟ يلا نروح نجيب البنات، انا عايزه امشي من هنا. بس 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 بس, قلت لك كل ده هيحصل وهو حصل. ومين قالك ان انا متضايقه من اللي حصل؟ بالعكس، الشحاته دي كان لازم تعرف ان انا مش الست اللي تتجوز في السر. وحتى ده قلته 100 مرة. نعمل ايه بقى؟ بتحبه. طب والحب ده من ناحيتها هي بس؟ ما المفروض هو كمان بيحبها، والطبيعي ما يقبلهاش حاجة زي دي. معلش بقى، يوسف حبيبي مش فاهم ومش مستوعب، بس انا هفهمه. ومش هو بس، هو وعيلته كلها. الغريب بقى يا روك ان كلهم ما يستغنوش عنك، والمفروض يتمنوا لك رضا ترضي. وده ان شاء الله اسم المرحله الجايه. معلش، كله بأوان. احنا ابتدينا وماشيين كويس، والبركه فيك يا خالد. انت احلامي وانا انفذ. لحظة واحدة يا جماعة، أنا حاسة إن في حاجة مش فاهماها. هو اللي بيحصل ده مترتب؟ انت رايك ايه؟ تبقوا أشرار. اشرار؟ ليه؟ انت تعرفي عني ان انا شريره؟ انا ست وبحب، ومن حقي اخد المكانه اللي انا استحقها في بيت جوزي بس. الو، ايوه. فعلا حلو ده. يلا سلام. ها، في جديد؟ خدت بناتها واختها وسابوا بيت ابو العزم. وحياتك يا ليل، من الليله دي حياتك هتبقى جحيم. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ شايفين؟ اهي خارجه ورانا. يعني مراقباك. وايه اللي يخلي ليل تشك فيك وتراقبك كده؟ مش عارف، احنا كنا كويسين جدا طول اليوم، ما كانش في اي مشكله. لا، ده تطور كبير في شخصية ليل، تطور يخوف. تطور ايه ويخوف ايه بس يا عبد العزيز؟ ابنك بيقولك شافتهم بعينيها وعرفت انه متجوز عليها. لا، ورؤية مستحلفه لها. طب بقولك ايه، ليل دي زي بنتي، وهي عارفه مكانتها عندي كويس. انا هكلمها. هو الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها دي. لا 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 لا، انا هعرف اقنعها، هروح لها.
انا برضو بقول بلاش حضرتك اللي تروحي لها وهي في الحاله دي، لانها اكيد هترفض. وبعدين حضرتك خطوتك عزيزه ما ينفعش تترد. عندك حق. طب ايه رأيكم؟ فارس اللي يروح؟ دي فكره كويسه جدا. فارس ذكي وعنده طريقه مقنعه في الكلام، لو اني بقلق من دماغه. تقلق ايه؟ مش في المواقف اللي زي دي نكلمه. يوسف، اوعى تخسر رؤية ولا ليل، لأن الأولى محتاجها في شبابك، والتانية هتحتاجها في عجزك شيخوختك. والله انا حاسس ان انا هخسر الاتنين. طب والحل؟ حل يا ماما؟ اكيد طلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا والله بجد ما عارفه اقول ايه. انا ما صدقت ان انتوا تتصالحوا. يعني انت يا ليلي يعني كان لازم تمشي وراه وتراقبيه. شيليها من عليها عشان انا مش ناقصه. يا ستي انا والله ما قصدي ازعلك، بس اخرة النكش ده ايه؟ ما هو خراب بيوت. ما تيجي شفتي اهو، هتدوري هتلاقي، معروفه. مش حقيقي، في رجاله كتير عندها ضمير وبتراعي ربنا وعينيها مليانه. بيبقوا هلاهيل يا ماما، مالهمش اي لازمه، محدش بيبص لهم اصلا. بس بلاش تأليف. ابوكي ده كان راجل عظيم واي ست تتمناه، بس كان راجل محترم. ومين اللي قالك ان انا نكشت او دورت وراه؟ يعني ايه؟ يعني انا جات لي المسج دي. جوزك للاسف بيخونك، نصيحه امشي وراه. ده مين اللي بعتلك المسج دي؟ معرفش، نمره ملهاش صاحب، وكلمتها لقيتها مقفوله. عرفتي بقى ان انا بمنكش وراه؟ وفي ايه؟ ليل بتعملي ايه هنا؟ صباح الخير. صباح النور. اقعد يا فارس. في امور حصلت لازم تعرفها. خير؟ ليل عرفت ان اخوك متجوز رؤية، مش بس كده، شافتهم بعينيها في بيت رؤية. ما هو ده بقى اللي انا كنت خايف منه طول الوقت. وافتكر ان ياما قلت لك خليك راجل وقول لها، بدل ما انت قاعد في الموقف اللي انت فيه ده دلوقتي. بتحاسب على كلامك يا فارس، في ايه؟ انت قصدك ايه بالكلام اللي انت بتقوله؟ يا عم ما تاخدهاش على صدرك قوي كده. هو انت مش في موقف وحش فعلا ولا انا بتكلم غلط ولا ايه؟ فارس، انت بتتكلم مع اخوك باسلوب وحش جدا، مش مراعي ان اخوك الكبير في موقف محتاج لك فيه. طيب انا اسف يا يوسف ان انا مش مراعي الظروف اللي انت فيها. وعموما انا متاكد انك عمرك ما هتجيلي وتحكي لي الا لو انت عايز مني حاجه. قول عايز ايه؟ لا، ما هو بالطريقه دي انا مش عايز منك اي حاجه. متشكر يا سيدي. الله الله، وفي ايه يا رجال؟ ده هي دي الظروف اللي ببص عليكم فيها عشان اعرف انا نجحت في تربيه اولادي ولا لا. مش بس كده، بعد عمر طويل انتوا مالكوش غير بعض، انتوا اخوات، انت ويوسف وحازم. ماما لو سمحتي بعد اذنك، انا مش عايز حاجه من اي حد وانا هتصرف. اسكت يا يوسف، اسكت. انا اللي هقول لك يا فارس. وانا سامع حضرتك. انا عايزك تروح لليل في بيت والدتها، تتكلم معاها وتعقلها،
وتفهمها انه عيب قوي تاخد بنات يوسف ابو العزم في عز الليل وتهرب بيهم حتى لو غضبانه. ده ما يديهاش الحق انها تتصرف في بناتنا على كيفها. خليها تيجي اقعد اتكلم معاها واشوف اراضيها ازاي وبايه ونتفق. تمام، انا اوصل لها الكلام ده. تمام. اعمل حسابك انت مش رايح بوسطجي، انت رايح باسم اخوك يوسف وباسم عيلة ابو العزم. الهدف الرئيسي والوحيد من المشوار ده انك تقنعها ترجع البيت. طب انا اقنعها ازاي وانا مقتنع اساسا ان هي اللي صح واحنا اللي غلط كالعاده طبعا؟ انا مصدوم فيك. احذر يا فارس، احذر تخسر رضاي عليك. بالراحه عليا شويه بس يا باشا، ويا ريت يعني زي ما انتم مراعين ظروف يوسف اللي مراته قفشته مع مراته التانيه وسابت له البيت، تراعوا ظروف فارس اللي مراته سابت له الدنيا كلها ومشيت، سابت له عيل صغير مفيش غير على لسانه مامي فين. هو انتوا فاكرين الموضوع ده ولا لا؟ اصل يعني ما بقالوش غير كام يوم. مع ذلك حاضر يا باشا، انا مش هكسر لك كلمه. انا هروح لها واحاول اقنعها باللي انا مش مقتنع بيه. بعد اذنك يا باشا. زمان يوسف لما تقدم لي سألته ايه اللي يخليني اتجوزك بالسرعة دي. رد قلبي هتعيشي معايا مرتاحة مؤمنة. وانت لسه فاكرة وعده ده؟ لا هو انا مش فاكرة، انا حافظة. شوفي يا حبيبتي، الحياة مليانة تحديات، وأحيانا نواجه مواقف ينكسر لها القلب، إنما إزاي نواجه التحديات دي إلا بالصبر والحكمة والعقل. حبيبتي أنت محتاجة تهدي وتفكري في خطواتك الجاية. اللي عمل يوسف ده غلط كبير قوي ومش مقبول، بس الأهم منه إنك تحافظي على كرامتك وعلى حقوقك وتحطي مستقبل بناتك عنوان للمرحلة الجاية. انا لازم اطلع يا جدو، ساعدني انت وماما اطلع من اللي انا فيه ده بجد. انا عايزة اطلع. ليتك خضتيني. تعالى بس. تقف مداري كده ليه؟ وهي اللي حالها من حالي هتقف فين غير في الدرة؟ ماشي يا عميقة، برضه واقفة كده ليه؟ أنا جاية أقول لك إنك كنت فاكرها بالسهل، فاهم إنك تتسلى بيا وتخليني أحبك وتقضي وقتك الحلو معايا سنين، ولما تزهق تقول خلصت سلام. بس أنا بقى عايزة أقول لك إنك كنت غلطان. أنا مش شهد العبيطة الهبلة اللي يضحك عليها من سيدها ويخلع، لأ، أنا على قلبك وفيها لخ فيها يا حازم. ولعلمك أنا مش ناوية أفضل في الديرة كتير. شكلك اتجننتي ولا ايه؟ ولا الواد السرسجي بتاعك ده مبلبعك حاجة؟ قول اللي تقوله، بس أنا بقول لك فكر كويس مع نفسك وشوف أنت هتعمل معايا إيه قبل ما تجنن عليك.
اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طمني على ادم ويسرية. والله الموضوع صعب جدا. حماتي تعبانه جدا في المستشفى. ربنا يصبرها ويشفيها. عرفت، كلمتها عشان اطمن عليها، ردت عليا اختها. ان شاء الله خير. طيب انا كنت عايز اتكلم مع ليل. اكيد طبعا، بس تشرب ايه الاول؟ لا 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 ولا اي حاجه، انا مش عايز اتعب حضرتك. وبعدين احنا مش في ظرف ضيافه خالص. طب وانت يعني عايز تقابل ليل عشان تقول لها ايه؟ خلي بالك ليل مش في حالتها الطبيعيه، ولا انا كمان. الحقيقه انا اتفاجئت ان السنين اللي فاتت دي كلها، اسفه في الكلمه يعني، كان مضحوك علينا. انا عارف ان الموقف وحش، بس مفيش حد كان في نيته انه يضحك عليكم. هو يعني احنا لما اديناكم بنتنا وعملنا كده كنا عارفين ان ده بيت اصول، وان انتوا هتحافظوا عليها، وان انتوا مش هتحطوها في وضع زي ده ابدا. طيب بص حضرتك، انا في تفاصيل كنت حابب ان ليل تسمعها اول حد. واضح ان الموضوع معروف. لا مش لدرجه انه معروف، بس انا كنت عارف. طبعا اذنكم. اتفضلي. يا فارس، خير؟ ازيك يا ليل؟ انا تمام، مبسوطه قوي. طيب اتفضلي. اتفضلي. ليل انا اكيد مقدر الحاله اللي انت فيها، بس انا عايزك تسمعيني كده وتفهمي بهدوء، عشان في الاول وفي الاخر الراجل اللي احنا هنتكلم عنه ده جوزك وابو بناتك. جوزي؟ ها؟ هو انت جاي تتكلم بلسان مين؟ بلسانك ولا بلسان العريس؟ انت يمكن بس ما تعرفينيش كويس، انا لا لاقي في اللف ولا في الدوران. سامعك. الجوازة دي من الآخر جوازة مصلحة، يعني لو ما كانتش تمت كان الوضع الاقتصادي بتاع العيلة هينهار. وايه كمان؟ عشان كده يوسف أخد خطوة. خطوة صعبة أوي. ايه ده؟ ده يوسف مضحي أوي، ده بطل عظيم. المفروض أنكل عبد العزيز يعمل له تمثال قدام باب الفيلا. بقى ليكي حق تتريقي، بس يعني هو دخل مغامرة كبيرة جدا على أمل إن هو ينقذ العيلة كلها. قصدك بيغامر بيا أنا وبناتي عشان خاطركم؟ طيب وأنتي وبناتك إيه؟ مش جزء من العيلة؟ هو أنت مقتنع بالكلام اللي أنت بتقوله؟ لا. طب بتقوله ليه؟ عشان أنا مطلوب مني إن أنا أخدك أنت والبنات البيت وتتفاهم أنت يوسف. أنا لو أختك ولا قريبتك ترضاها لي؟ صدقيني من غير ما تكوني أختي ولا قريبتي أنا مش راضي عن كل اللي بيحصل، ولا حتى راضي عن كل اللي أنا بقوله، وعارف كويس قوي إن المفروض محدش يضغط عليكي وأنت مجروحة بالشكل ده ويسيبوكي براحتك تفكري وتاخدي وقتك في التفكير. طب ده لو رأيك، ليه جاي تقولي الكلام ده؟ عشان بقول يمكن اللي كلفوني دول هم اللي صح وانا اللي غلط، او يمكن يكون في اي حاجه في ايدي تصلح العلاقه بينك انت ويوسف، ما اعرفش. بس اهم حاجه ان انا ما اضحكش عليك ولا اضحك على نفسي ابدا. بس في حاجة أنا مستغرباها أوي.
انت مش خايف ان انا اروح اقول للمصلحة ان اخوك اتجوزها مصلحة؟ بعدين زي ما انت بتقول انا ست دلوقتي مجروحة وجايز احب ان انا انتقم. مش خايف، عشان انا عارف انا في بيت مين وبتكلم مع مين، وعارف ان اللي بينا ده عمره ما هيطلع بره وهيفضل سر. باشمهندس فارس، قول لاخوك بلغه ان انا عايزه اتطلق، وبلغه كمان ان بناتي هيعيشوا معايا، واكيد مش فاضلهم دلوقتي لغايه ما نشوف هنعمل ايه. ليل، اي قرار دلوقتي هتاخديه بناء على مشاعرك اكتر من التفكير. مش عايزه تاخدي وقت وتفكري. انا مش محتاجه وقت، انا مقرره كل حاجه خلاص. لو سمحت انا تعبانه وعايزه استريح. طيب انا هستأذن. ثانيه واحده يا فارس لو سمحت. ايوه. هما بقالهم قد ايه متجوزين؟ ويا ترى المدام حامل ولا لسه ما حصلش نصيب؟ الأسئلة دي بقى هو يجاوبك عليها. بعد إذنك يا ليل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ ما احنا واقفين وسامعين كل حاجه. انا عايزه افهم انت ازاي تمنعي ان انا اسلم عليه؟ عشان اكيد مش وقته. يعني ايه مش وقته؟ هي الدقيقه اللي كنت هسلم عليه فيها دي هي اللي كانت هتبوظ القعده؟ وانت جايبه عليه ليه من اصلا؟ يعني ايه اسلم عليه ليه من اصلا؟ وراجل انا اصلا اشتغلت معاه وصاحبي اصلا ما ينفعش ودي لقيتها فين؟ في المخزن يا باشا، في وسط شوية ورق قديم وشوية كراكيب كده. مفيش ورقة تاني وقع هنا ولا هنا؟ لا يا باشا، إن شاء الله مفيش. أكيد الورقة دي وقعت من وسط الورق اللي حرقنا زمان. أنا قلت أجيبها لسعادتك وشوف سعادتك هتأمرني بإيه. الورقة دي بالذات لازم تتحرق. طبعا يا باشا لازم تتحرق، بس ما فيهاش أي معلومات يعني. منظور، خد مني وما تراجعش ورايا. قلت تتحرق يعني تتحرق، فاهم؟ تتحرق يا باشا. نفذ. طلع لله من ضمن. بس في حاجة تانية. البنت دي لو عملت أي قلق أو مشاكل من أي نوع يبقى ما قدمناش غير حل واحد. أنا مش حابه وأنت عارفني كويس، بس ساعتها بقى ربنا يسامحنا لازم نخلص منها. نخلص يا باشا، نخلص. هي يعني أول مرة. طيب ده إيه ده يا آدم؟ ده إليفنت يا حبيبي، ده إليفنت. طيب معلش، ده إيه ده؟ عارف ده إيه؟ لا أنت عارفه، أنا لسه قايل لك عليه. ده التايجر، النمر يا حبيبي، أنا لسه قايل لك. طيب ده إيه؟ عارف ده ولا لأ؟ لا إيه؟ ليه بتعمل كده؟ ما أنا لسه قايل لك عليه، ده الإليفنت يا حبيبي. يا حبيبي رد عليا. يا جينا. Your family downstairs wants to see you. فاميلي؟ كلهم؟ هو مش المفروض لما اكلفك بحاجه تعملها وتيجي تحكي لنا؟ ده انت لا جيت ولا حتى بترد على التليفونات. ايه كان لازم نجيلك؟
انا كنت مع ادم وكنت اخلص واجيلكم. تصرفاتك مش عجباني، بس انا هقدر الظرف الصعب اللي انت فيه. ممكن دلوقتي تقول لنا عملت ايه مع مرات اخوك؟ اتفضلوا اقعدوا. ما عجبهاش الكلام وعايزه تتطلق وما عندهاش استعداد لاي حاجه تانية. ازاي البنات ما رجعوش؟ انا مش قلت لك ترجع البنات معاك؟ يعني كنت عايز نعمل ايه يعني يا باشا؟ اخطفهم مثلا؟ طب انا عايز اعرف انت فسرت لها حكايه جواز التاني بايه؟ مفيش، قلت لها انها جوازة مصلحه. انت بتهزر يوسف، ده افضل تفسير ممكن يتقال لو انت لسه حريص على وجود ليل في حياتك. وبعدين احمد ربنا ان انا ما قلتلهاش ان كان عندك اختيار تاني غير ان انت تتجوز رؤية. مش حقيقي. لا حقيقي، وانت عارف كويس قوي ان انت كان عندك حلول تانية عشان نخرج من الازمه دي غير انك تتجوزها، بس انت اخترت الحل ده عشان هي عاجباك. وانا بقول لك ان ده الحل الوحيد اللي كان فعلا قدامي. ليه يا يوسف؟ هي ما كانتش عاجباك؟ او خلينا نسمي الحاجه باسمها، ما كنتش هتموت عليها؟ انا فعلا بعترف انها كانت عجباني، واي راجل في الدنيا طبيعي هيعجب بست زي رؤية، بس لو ما كانش فيه بقى الازمه اللي احنا وقعنا فيها كنت اكيد ما اتجوزتهاش. ما انا بقول لك، ما انت دخلت دي بدي. عادي جدا كنا ممكن نخرج من الازمه دي لو كنا شاركنا مثلا الشيخ عادل الرشيد، او حتى ملياردير بتاع الاسكندريه صاحبك ده يا باشا محمد ابو العيله، او حتى ان احنا نتنازل عن شويه صفقات. كل ده كان ممكن ينجينا، بس انت اخترت رؤية العسكري عشان هي ست حلوه وعلى مزاجك. فارس، امسك لسانك شويه. لاحظ ان اللي انت بتتكلم عنها دي تبقى مرات اخوك. ايه، ما علمتكش الاصول ولا ايه؟ انا ما قلتش حاجه غلط. الغلط عندكم انتوا بتدوسوا على المبادئ والاصول عشان الفلوس. حقيقي، وانا بقولها قدامكم كلكم، انا بريء من كل الافعال اللي بتعملوها دي. انا مصدوم ومش عايز ارد احتراما لابويا وامي اللي موجودين، بس انت اكيد مجنون. ما هو ده الضحك بقى. في قاموسكم الحق اسمه جنون طالما مش في مصلحتكم، والكذب اشرف كلام يتقال طالما لمصلحتكم. وانا بقى ماليش في العك ده. عك؟ انت مش فاهم اي حاجه. ده لولا جوازي من رؤية كان زماننا كلنا على الحديده بقالنا 3 سنين فاتوا. لولا وقفتها جنبي وجنبنا كلنا كان الله اعلم مين بقى مسجون ولا هربان. انت عارف حجم الصفقات اللي جايه دي لو خرجت منها ممكن يحصل معانا ايه؟ ما يحصل اللي يحصل، وندفع ثمن فشلنا وفشلك يا اخي، بدل ما نقعد نجرح في خلق الله ونشرد اطفال من بيت ابوهم لبيت امهم. اسكت اسكت، انت بتذبحني بكل كلمه بتقولها. ايه، وكأني ما ربيتكش ولا كبرتك. هي ألمانيا دي عملت فيك ايه؟ لا، دي مش ألمانيا، دي المصيبة اللي انت دخلتها حياتنا. هلال، حاسب على كلام، دي بين ايدين ربنا دلوقتي. اسمعوني كويس، انا لما خليت فلوسنا ما يتصرفش منها مليم غير بتوقيعي، ده ما كانش طمع ولا بخل مني، ده كان حكمة، لاني عارف كويس شتت العقول وضلالها، زي ما انا عارف كويس يا فارس الظروف اللي انت بتمر بيها. بس ده ما يديكش الحق انك تحيد عن هدفنا او انك تطاول علينا وتهنا. احنا هنسيبك شوية لغاية ما اعصابك تهدى خالص وتفكر كويس، واتمنى انك ترجع وتعترف انك غلطت وتعتذر عن اهانتنا كلنا، وبالذات لاخوك الكبير. ايه يا حبيبتي؟ احنا هنروح بيتنا امتى؟ ده بيتنا يا حبيبتي، بيت مامتك يبقى بيتك. يلا حبيبتي نيجي.
يلا يلا نامي. والله احلى ست في الدنيا حياتي. انت عارفه، على قد ما ربنا اداني كتير في حياتي، بس مفيش اي حاجه تساوي ان انت مراتي وحبيبتي. انا بخاف قوي يا يوسف خافي من ايه؟ لما بشوف اللي بيحصل للناس حوالينا، من صحابنا وقرايبنا، حتى اقرب الناس لينا، نوح وفارس. ساعات كده بقول هو احنا هنفضل مبسوطين كده ومستقرين ومش هيحصل لنا اي مشاكل؟ ما يحسدش المال لاصحابه قليل فيه ايه، بس هي برضو معادله بسيطه. الحياه حقوق وواجبات وتضحيات متبادله. لو الناس قامت بواجباتها وخدت حقوقها، انا متاكد ان الكل هيعيش مبسوط زي اللي حاصل بيننا بالظبط. وهنكمل كده. ايوه هنكمل كده. بحبك يا يوسف قوي. حماتك بره. اسمها إجلال. أنا ما عنديش جوز عشان يبقى عندي حما. والمنظر اللي انت عاملاه في روحك ده. أنا اللي عاملة في روحي؟ يمكن. هي عايزة إيه؟ معلش بس اكيد جايه عايزه تصلح. اعتذر لها. أنا مش عايزة أشوف حد. مش هينفع. بقول لك اعتذري لها، مش عايزة أشوف حد. يا خسارة يا خسارة، أنا بقيت حد؟ وأنا اللي بقول إن ليل بنتي مصلحتها من مصلحتي، أفرح لفرحها، أزعل لزعلها، أتألم لما تتوجعي. ده العشم برضه يا إجلال. طيب عشان أصدق اللي حضرتك بتقوليه ده، حضرتك كنتي عارفة إن يوسف متجوز عليا؟ وانتي فكرك حاجة زي كده مبقاش عارفاها؟ صح. ولا أي حاجة بتحصل في العيلة دي أصلا ما ببقاش عارفاها؟ صح. انت مفيش أي حاجة بتحصل من غير موافقتك، بس يعني انت قلتيلي إن مصلحتي من مصلحتك، يمكن يعني اتلخبطت شوية. تتلخبطي ليه يا حبيبتي؟ لا ما تتلخبطيش. انت عارفة لو فكرتي فيها كويس هتلاقي جوازة يوسف من رؤية العسكري في مصلحتك. صح، عشان الوضع المالي للعيلة في خطر، وبناتي جزء من العيلة. صح. ليل، انت عندك شك في حبي ليكي؟ بعد اللي عرفته ما بقتش متأكدة من أي حاجة. يعني أنا منافقة يعني؟ إياكش أكون خايفة منك في حاجة فبقولك بحبك وأنا ما بحبكيش؟ بيتهيالي إنك انت عارفاني كويس. أنا مش كده، بدليل علاقتي بيكي وعلاقتي بنوها الله يرحمها حبيبتي. أنا ما فيش حد يهمني، واللي جوايا برايا. أما بقولك بحبك يعني بحبك. طب مادام بتحبيني ممكن تساعديني إن أنا أتطلق في أسرع وقت؟ لا 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 لا. أنا لو أوافقك على اللي أنت بتقوليه يبقى أنا كده ما بحبكيش. لا يا حبيبتي، أنا مقدرة جدا إنك أنت اتخضيتي اتصدمتي، بس علشان الأمور مش واضحة قدامك. أنت لو تعرفي وتفهمي إنك أنت هتفضلي ست البيت، هتفضلي الزوجة الأولى والأهم لجوزك، أنت لما تفهمي كده
غيري رايك. بصي، مش هبص. اسمعي، انا عارفه دايما ان انت شايفاني بعينك البنت الهاديه اللي ما بتعملش مشاكل، بس لو جيتي ناحيه كرامتي هتشوفي مني وش تاني مش هتصدقيه. فاهمه؟ إجلال، إجلال لو سمحتي استني بس يا إجلال. استني يا إجلال عشان خاطري من فضلك. إجلال لو سمحتي. استنى ايه؟ انت مش شايفه بنتي بتتكلم معايا ازاي؟ دي نسيت بتتكلم مع مين. لا وايه؟ دي بتهددني انا اللي جايه لها لحد عندها. دي بنتك اتجننت. حبيبتي هي ما تقصدش، انت على راسنا من فوق، بس برضه قدري الموقف اللي هي فيه. ايه الموقف اللي هي فيه؟ ها؟ لا كانت اول ست ولا اخر ست جوزها بيتجوز عليها زوجة تانية. ايه يا حبيبتي؟ لا هو عيب ولا هو حرام، شرع الله. بقول لك ايه يا حبيبتي، هديها كده وعقليها ترجع عن اللي هي بتعمله، والا هتكون بتعاديني انا شخصيا. وعلى فكره هي الوحيده اللي هتطلع خسرانه من كل ده. اما بقى بخصوص بناتنا بيعيشوا معانا في بيوتنا، قدامها اسبوع بالكتير، اسبوع واحد تهدى كده وتروق وتجيب احفادي وترجع على البيت. فهماني؟ اما انا ندمانه ان انا جيت لحد عندها. ايه الحلاوه دي؟ تعرفي بقى ان انا بموت في شكلك من غير ميك اب. وانا بحبك. وانا بموت فيكي. نفسي تبقى متأكد ان كل اللي هعمله الفترة الجاية ايا كان هو ايه فهو عشان بحبك. لا ثانيه واحده بقى، انا مش فاهم الجمله دي خالص. يعني انا مش بقصد اي حاجة معينة، انا قصدي اي حاجة وكل حاجة. جمله زي دي المفروض انها تبسطني وتريحني، بس مش عارف ليه بقى خلتني احس اني متوتر وقلقان. هو في ايه يا روكا؟ وانا بقولك علشان ما تتوترش، انا عايزاك تبقى متأكد ان اي حاجة هتحصل هي لمصلحتك، عشان كده ما تزعلنيش تاني. عايزاك دايما تبسطني وتفرحني. وانا عايز اعمل ده. اول حاجة عايز الناس كلها تعرف انك جوزي. هيحصل. تاني حاجة عايزة اعرف مولد الاسبوع اللي مامتك اديتها الليل خلصت النهاردة، يا ترى ناويين على ايه؟ لا ده احنا داخلين على صداع ووجع دماغ كتير قوي. لا افهم بقى. بص بقى، انا لو هتدخل مش هيجي في يوم من الايام انك تصغرني، وده اتفقنا من دلوقتي. تمام؟ تمام هي بس تيجي. يا عم هتيجي والله. يا عم هتيجي والله، ده الغتات اللي انت فيها دي. طب يا رب تحلق لك. صعب والله، اولا انت اللي مكلمها فلازم تيجي، ده غير ان هي هتموت ونتصالح اصلا مش عارفه تعملها ازاي. طيب ما علينا، اهم حاجه دلوقتي اي حاجه اقولها ايا كانت ايه توافق عليها. حاضر. مش قلت لك هتيجي؟ يا ريتها كانت حلقتك بدل الغرور اللي انت فيه ده. مش غرور والله، ده ثقه. هاي فارس. ازيك يا انشي، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا حازم؟ اتفضلي. مبدئيا كده انا بشكرك انك جيتي العزاء، وبشكرك كمان طبعا انك جيتي النهارده. لا طبعا، ازاي؟ ما كانش ممكن ما اجيش العزاء اكيد. انا اصلا جايه النهارده عشانك.
في ناس شكلهم هنا وحش قوي. طب على فكره بقى انا اصلا كنت اسكت خالص. اصل هي بتقول ان تقول اللي تقوله. قول اللي تقوله. بصوا انتوا الاتنين بقى، اي اتنين بيعرفوا بعض، انا مش بقول انه بيحبوا بعض، بس اي اتنين بينهم مشاعر بيكون قدامهم سيناريوهات كتير قوي. سيناريو منهم ان هم يتجوزوا ويخلفوا ويبقى بينهم عشره ويبقى سند وظهر لبعض، وانتوا كنتوا ماشيين في السيناريو ده بس دمرتوه بسبب موضوع لا هو كبير ولا هو صغير. لا هو صغير. لا على فكرة هو موضوع كبير. وممكن يبقى في النص يا جماعه، وده اللي انا بقوله. هو لا موضوع تافه ولا موضوع ينهي علاقه. حتى لو اللي عمله بعد كده من إهمال ليا وطريقة تعامل كلها تناكة وتنطيط، أنا بحمد ربنا إن ده حصل عشان أعرفك على حقيقتك. لا معلش يا انجي، ما تزعليش مني يعني. هي الحقيقه ما بتتعرفش من موقف واحد او رد فعل وحيد، هي بتتعرف بالمواقف الكتيره وبتتعرف مع العشره. طيب حازم قال لي انك شفتي مسج بايخه على تليفونه، ان هو بيكلم بنات وهو بيكلمك يعني، وده طبعا غلط، مش كده؟ مش كده؟ انا كنت فاكره عادي والله، محدش قال لي ان انا محظور اكلم بنات غير انجي يعني. لا ما حدش قال لك كده، بس انت بتكلمهم في ايه؟ في اطار ايه يا حازم؟ بالظبط. هو بقى فاهم ده؟ فاهم يا ابني؟ فاهم ان شاء الله. لا هو فاهم كويس قوي. طيب لو الراجل ده دلوقتي حالا وعدك ان ده مش هيتكرر، تسامحيه؟ وانا اضمن منين بقى ان ده مش هيتكرر تاني؟ انا اضمنه. صباح الخير يا مستر فارس. صباح الخير، ازيك يا نجلة؟ اتفضلي. بصي بقى، مبدئيا تقولي لي فارس على طول، انا ما بيتقاليش مستر فارس. هي صعبة شوية بس هحاول. لا ولا صعبة ولا حاجة. قولي لي، انت مرتبطة؟ لا يا مستر. لا انت مصممة تترفدي قبل ما تتعيني ولا ايه؟ ما قلنا فارس على طول. انا بسألك عشان عايز اعرف مواعيدك مرتاحة ولا لا. يوسف هو اللي عينك وانا ما اعرفش عنك اي حاجة. أنا مش مخطوبة ولا متجوزة، بس يعني في عريس في الطريق او حاجة؟ ها؟ الله أعلم بقى. على فكرة انا بقالي فترة ما نزلتش المكتب، انت عارفة الظرف. بقال الله. ونعم بالله. البنت اللي قبلك اتجوزت فجأة وسابتني، وانا مش عايز ده يتكرر تاني. لسه شوية على موضوع الجواز ده. طيب تمام. الفترة اللي جاية انا عندي شغل كتير قوي، فعايز اللي تكون معايا حابة الشغل ومركزة. انا مش عايز موظفة. أكيد طبعا. طيب كويس. اخر حاجة، اي حاجة تخص شغلي فتعتبريه سر بيني وبينك، ما يطلعش بره. أهم حاجة الأمانة. يبقى اتفقنا. مبسوطة قوي إن أنا هشتغل مع حضرتك يا مستر. يا فارس. فارس. اتفضلي. طمني كله تمام، لو في أي جديد هبلغك. بس الاكل خلص اهو، البنات اتاخروا ليه؟ مش عارفه يا ماما، عماله اتكلم في فرح ما بتردش عليا، مع انها من نص ساعه بتقول لي انها قدام المدرسه وبتجيبهم. كلميها تاني. حاضر اكلمها تاني. في يا بنتي فين البنات؟ بصي يا اقعدي بس كده انا هفهمك. تفهميني ايه؟ فين يا حبيبتي البنات؟
البنات كويسين والله، ما تخافيش. انا بس لما روحت المدرسه النهارده سالت عليهم، قالوا لي ان يوسف كي خدهم من نص اليوم. طب ازاي حاجه زي كده ما تقوليش من بدري؟ ما هو انا خفت تعملي اي تصرف قبل ما اجيلك والله. يعني هما دلوقتي في بيت ابو العزم؟ اكيد. والله العظيم ما هسيبه، والله العظيم لو اوريهم. هتعملي ايه بس يا بنتي؟ فاهمين؟ استني بس، هاجي معاكي. طيب هاجي معاكي. اياكي تيجي وراها. الحمد لله على السلامة يا مدام. لمي شنط البنات وتعالي ورايا. رايحين فين يا ماما؟ رايحين عند تيتا يا حبيبتي إلهام. ليه؟ عشان يا ماما، انا بلم حاجه البنات اهو، جايه على طول. لا مش هتكلم مع حد ولا كاني شايفاهم. يلا هاخد البنات وامشي على طول. يلا باي. ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ عندي اوامر محدش يخرج من الفيلا. انت مجنون؟ انت بتقول لي انا كده؟ انا اسف طبعا، بس دي اوامر الهانم الكبيره. طب بص بقى، انت لو ما بعدتش عن وشي دلوقتي اقسم بالله انت بعرف انا ممكن اعمل فيك ايه. ليه الهانم؟ من فضلك بلاش تحرجينا، وباب الجنينه كمان زمايلنا واقفين عنده. حلي حضرتك مشاكلك مع الهانم واحنا تحت امرك. طب ابعد عن وشي لو سمحتي، خشي جوه. بقول لك ابعد عن ايه فضلك. ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا ازاي تعملوا كده في الهانم؟ يا اغبياء يا اغبياء، امشي اطلع بره، امشي. تعالي هاتي اختك واطلعي فوق. اطلعي، تعالي اطلعي بسرعه. هاتي ايدك، تعالي. اوعي اوعي، ابعدي عني. انت فاكره ايه؟ فاكره انت هتمنعيني عن ولادي اخدهم وامشي؟ اهدي بس، تعالي نقعد. مش فاكره حاجه. مش واحده. انت بتقولي ايه؟ لا انت ولا بورتجارداتك كلها حد هيقدر يوقفني. انت فاهمه؟ انت بتضربيني؟ اتبعحك كمان. ايه اللي هنا؟ في ايه؟ اتبعحك ايه لما دي؟ تجلي ادبك. ايه دي؟ طيب ايه؟ سيب ايدي. وصفي يا اسماعيل، تعالوا هنا. الست دي لو عايزه تخرج بطولها من غير شنطه في ايديها، واكيد من غير بنات يوسف بيه. تعالي يا دي، تعالي بس تعالي. اهدي. انا مش عارف هي عملت كده ازاي. امسحيها فيا. انتوا ناس مش طبيعيه. امسحيها فيا انا لو سمحت. انتوا ناس مش طبيعيه، انا بكرهكم. كل اللي انت عايزاه هيحصل يا ليلى. انا عايزه بناتي وامشي. وانا بقول لك كل اللي انت عايزاه هيحصل يا ليلى. كل اللي انت عايزاه هيحصل. ها، قولي لي ايه اللي بيحصل قدامك يا بت؟ لا انا مش سامعاهم، صوتهم واطي قوي وهي تقريبا ما بتتكلمش. قولي لها خليها تحاول تروح تسمع. بقول لك ايه، قربي شويه وحاولي تسمعي بيقولوا ايه. طيب حاضر. كلميني. دي قبل تحيه. هي لسه معاكي؟ لا قفلت. دي طلعت ما قفلتش، هي ساعات كده بتنسى الخط مفتوح. طب سيبي الموبايل وروحي هاتي البنات. حاضر. قوم. ايه في ايه؟ سيب اللي في ايدك وروح في قله اخوك يوسف. قول اللي اسمها ليل دي عن لساني تيجي لحد عندي وتعتذر لي، والا مش هيحصل لها. طيب تعرف تقول الكلمتين دول ولا ما تعرفش؟ اعرف اقولهم بس اكيد مش هقولهم. يعني ايه مش هتقولهم؟ يعني ايه مش هتقولهم؟ قوم فز هنا وكلمني. يعني اكيد يا ماما تحرج اقول الكلام ده. تبقى ما تعرفش تقول. اسمعني ما اقولك يا حازم، لو ما بقيتش زي يوسف طوع امك حياتك هتقف. طب ممكن اقول الكلام ده بس بطريقتي؟ بطريقتي وبالحرف، والا قسما بالله قسما بالله لاكون مقعدك في البيت، لا تشوف شغل ولا تشوف الفلوس.
الشغل اللي انت اصلا ما بتروحوش. هو يا ماما الافوره دي؟ خلاص هروح. يلا يا بنات يلا. يلا يا حبايبي يلا. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي يا فارس. ما تشكرنيش يا ليلى، ده حقك. يلا. احنا هنتنفخ. ايوه احنا كنا هنعرضه ازاي يعني؟ احنا مال ابونا بس ومال الحوارات دي. طب انت هتقول لهانم الكبيره ولا ايه؟ اه طبعا لازم اكلمها حالا دلوقتي. يا ماما ما لحقتهاش لسه بس اكيد هلحقها يعني. طيب ماشي يلا باي. اجري والنبي عشان نلحقها بس. لا يا ماما، انا جبت البنات وجايه خلاص. مش عارفه اتكلم دلوقتي لما اجيلك احكي لك. لولا فارس اساسا انا ما كنتش هعرف اخرج من هناك. انا اتبهدلت قوي. لما اجيلك باي. سعيد انا هعرض انا العربيه قدام ليل وانت قافل عليها من ورا. افتحي ليه؟ افتحي يا افتحي بقول لك نزلي ازاز. يا ليل افتحي. عايزه هاتوه. ايوه فرح. يا فارس، شفت اللي بيحصل مع ليل؟ صدقيني انا متضايق جدا. انا بحاول اعمل كل اللي اقدر عليه عشان اصلح الموقف ده، بس خلي بالك انا موقفي صعب قوي. يعني ما تنسيش ان ده اخويا وانا عارف انه غلطان. لا انا عارفه رايك طبعا يا فارس. انا طول عمرك يعني راجل وحنين، هو انا عشان كده يعني انت عندي في حته تانية، طول عمرك بتفهم في الاصول. والله انت اللي جميله يا فرح. عموما زمان دلوقتي ليل داخله على البيت ومعاها البنات. ما انا عارفه، هي المفروض ان هي كانت تروح تاخدهم وترجع على طول، بس هي اتاخرت جدا. مش عارفه بقى ليه، بس احنا ما اتكلمناش يعني من ساعه ما هي ما نزلت. المفروض بقى هي تبقى تحكي لك اكيد. اكيد طبعا. فارس بص، انا كنت عايزه اتكلم معاك كده في موضوع. طبعا اتفضلي. بص انا كنت بفكر ان انا ارجع اشتغل. ما انا بقول لك كده من زمان، يعني انا شايفك شاطره جدا، بس مشكلتك انك متدلعه. لا ما هو خلاص بقى، ما هو الواحد بيكبر وبيتغير وبينضج، يعني انت فاهم يعني.
فبس انا يعني كنت بفكر لو في فرصه في الشركه يبقى حلو جدا. اه طبعا طبعا هظبطك طبعا. طب تحفه. لو بقى كمان معلش هتقل عليك، يعني لو حاجه مثلا تبقى في وقت قريب او كده يبقى لذيذ قوي 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 قوي. حاضر ماشي، اعتبري. طيب فرح بصي، ليل بتكلمني الناحيه التانيه، هشوفها عايزه ايه وارجع اكلمك تاني. ماشي؟ اه طبعا شور. اوكي سوري. يلا نتكلم بعدين. باي. ايوه يا ليل. اي يا فارس، حازم اخوك والجردات اخدوا بناتي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما بقول لك كده، انا رايحه الفيلا دلوقتي ان شاء الله اعمل جريمه. انا عايزه بناتي يا فارس. فارس، ايه رايح فين؟ ليل على الباب بره. ما انا عارف. انت بقى رايح تعمل ايه؟ كنت رايح اشوفها طبعا، بس ما كنتش عارف انت هنا ولا لا، فخلاص روح لها انت. تمام تمام، بس تفهموا بالراحه يا يوسف، الغلط عندنا احنا، ما ينفعش اللي حصل ده. احنا ما عندناش اي غلط، احنا صح، ما تقلقش انا هتعامل. تمام، بس برضه الغلط عندنا يا يوسف. قبل اي حاجه انا كيوسف عايز احتفظ بيكي كزوجه. تحتفظ؟ تمام ماشي. انت كيوسف عايز تحتفظ بالاباجوره، وهي كمان. الشيء المحفوظ هو الشيء القيم والغالي اللي صاحبه بيقدره. انا بقول لك اهو، ده لو انت بتتكلم على اباجوره او عقد او لوحه قديمه نادره، بس انا مش شيء، انا انسانه عندي احساس وعندي كرامه. وبعد اللي انت عملته انت وامك فيا ده، مستحيل ان انت تحتفظ بيا. وانا بقول لك يا يوسف، ريح نفسك، انا هتطلق يعني هتطلق. طيب اتكلم بقى في فكره الطلاق. انت عايزه تتطلقي وانا ما عنديش مانع، هديكي كل حقوقك، بس البنات يكونوا هنا. يعني ايه يبقوا هنا؟ البنات لسه في حضانتي. انت نفسك هتكوني هنا معززه مكرمه وبناتك معاكي. انا هسيب لك الفيلا دي عشان تقعدي فيها، وده اصلا حقك القانوني. كده بقى انا عداني العيب. وانا مش عايزه حقي ده، انا رافضه ومش هقعد هنا. يبقى انت بقى بتدخلي معايا في حرب انت في غنى عنها. بصي يا ليلي، انا غلطت في حقك، بحاول اعرض عليكي اللي يخلينا نصلح ده، بس انت بقى اللي رافضه. كويس ان هو وصل لك ان انا رافضه. تمام واصل. علشان كده انا بحاول اعمل حاجه صح، هي انك تقعدي هنا انت والبنات، طالما انت مش ناويه تتجوزي تاني. انا هبات في الفيلا الكبيره وانت تقدري تاخدي راحتك هنا. وعايز اسمع قرارك في اقرب وقت، ويا ريت اتمنى ان انت ترجعي عن اللي في دماغك.
تعالي تعالي ما تخافيش، حط ايدك طبطبي عليها. مش هتعضني؟ مش هتعضك. طب لا امسك ايدي انت. تعالي. دي جابي بقى، دي اتولدت على ايدي، بحبها جدا. هي لذيذه قوي. انا ما بعرفش اركب خيل، بس اعمل حسابك ان انت هتعلمني. ماشي. وكمان هتجيب لي حصان ليا او حصانه. حصانه؟ حاضر يا ستي، هبقى اجيب لك حصانه. هسميها حريه. اشمعنى حريه يا ثورجيه؟ مش ثورجيه ولا حاجه. مش هي الخيل بطبعها بتحب الحريه، ما بتحبش الحبسه، فيبقى اسم على مسمى. فارس انا مبسوطه قوي بجد. انطباع اول يوم ليكي في مصر ده مهم جدا بالنسبه لي. وانا كمان مبسوط انك مبسوطه. هي خلاص مش خايفه مني ولا انا خايفه منها. انت لذيذه وما بتعضش. لا غلس. فارس زكي. ايه يا زوم؟ ايه يا حبيبي؟ بدور عليك ما لقيتكش، رحت لك البيت وقعدت معدم شويه. كنت اقول لك نطلع رايد، عايز اتكلم معاك كلمتين كده. ما انا كنت جاي اركب جابي على فكره. يا عم اتغير اسم جابي. اشمعنى؟ عندي واحده صاحبتي اسمها جابي. فرس برضه ولا ايه؟ الله يسيبك لك. يا ماما، أنا عايزاكي تجيبي جدو وتجيلي دلوقتي. أنا عايزة أتطلق النهاردة. من فضلك أنا مش عايزة أسمع الكلام ده لو سمحتي، الموضوع منتهي خلاص. لو سمحتي يا ماما هاتي جدو وتعالي لو سمحتي. يلا باي يلا. الو. ايوه بلا تحيه. بقول لك ايه، كلمت امها وقالت لها تجيلها عشان عايزه تطلق. سلام. ايه يا شهد؟ بقول لك ايه، كلمت امها وقالت لها تجيلها عشان عايزه تطلق. بس اوعي تنسي الحلاوه. ماشي سلام. ما كانش لازم تشارك في ده. ازاي جالك قلب ترعب البنات بالشكل ده يا اخي؟ سيبك من الليل لو مش فارقه معاك. طب البنات ازاي يا اخي؟ يا فارس انا غيرك، اللي انت تقدر عليه انا ما اقدرش اعمله. خلاص بقى، يبقى مع الوقت هيبقى زيك زي يوسف. ده هو هيبقى ازاي يعني؟ قاسم. يوسف فضل يستسلم للغلط لحد ما صدق انه صح، وانا مش عايزك تبقى كده. ايوه بس انا مش قد ابوك وامك. خلاص يبقى تقضي بقيه حياتك بقى بتعمل الغلط لحد ما تتعود انت كمان. يعني انت شايف ان انا المفروض اروح افهمها واشرح لها؟ انت بتسالني؟ طبعا. طيب ماشي. كنت عايز اخد رايك في حاجه. بفكر بعد ما فتره الحداد دي تخلص كده اخطب انشي. اعمل كده هتبسط. في ظهري يعني ولا ايه؟ في ظهرك يا زو. ها ايه الموضوع؟ جات لي معلومة إن الست ليل كلمت والدتها علشان تجيب جدها وتيجي يتكلموا في موضوع الطلاق. Thank you. صباح الخير. صباح النور. عندي ليكي خبر لما يكمل هيعجبك. يا ريت بقى تقول حاجة تفرحني. صاحبتنا لسه مبلغاني ان ليل بعتت تجيب اهلها عشان يتفقوا على الطلاق. مبروك. هنبقى نحتفل لما يحصل. ايه ده؟ انت عايز ايه من البنات؟ اطلع فوق اطلع فوق.
عندك حق، عشان كده انا جاي. عندي حق في ايه ولا في ايه؟ في كل حاجه تقريبا. انا جاي اقول لك ان انا ما كنتش مبسوط ولا راضي خالص وانا باخد البنات. وليه عملت كده؟ مضطر، زي حاجات كتيره بنعملها في البيت ده غصب عننا. انا اسف. تمام. حازم، أنا طول عمري بحبك وبشوفك بني آدم كويس. حاول تبقى كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت ست بلدك. تأخير ربع ساعة. انت عارفة انا عندي مصالح ومشاغل، مش فاضي. والله طب روح يا بابا شوف مصالحك ولا تزعل نفسك، انا ماشيه. استني بس ما تبقيش قفوش. انت قفوشة كده ليه؟ اف. سامعين اللي عندك. تفتكر يا موسى انا طلبت اشوفك ليه؟ اكيد فوقتي من اللي حصل اللي كنت فيها. عرفت انك بتعبي في جردل المخروج. مش صح. طب سمعينا انت الصح. الصح ان انا شايفاك دماغ، مخك نظيف. بلاش كلام من على الوش يا شاه. خش في الموضوع على طول. ماشي. انا ولا فلوس كتير ملهاش عدد؟ ده كمين ولا سؤال بجد؟ سؤال بجد وجد قوي قوي. سكة ودغري. فلوس كتير. يبقى اتفقنا. لا اتفقنا ايه؟ مش لما اسمع الاول واوزن الكلام واشوف الكلام عاجب ولا مش عاجب؟ لا هتسمع وهيعجب، بس انت فتح مخك. انا قررت اخطب. يعني واحدة فيهم. هيكون انهي واحده؟ انجي اكيد. قعدنا وظبطنا الدنيا. بصراحه حاسس ان انا ضيعت انجي، مش هلاقي احسن منها. ده ايه رأيك يا عبد العزيز؟ رأيي إن مش وقته. ليه طيب؟ أنت مش شايف إخواتك يا أخي؟ واحد مراته توفت والتاني هيطلق. يعني مش وقت احتفال بعلاقة جديدة وبنت جديدة تدخل العيلة. يا حبيبي بس الحياة مش هتقف. وبعدين مش هنعمل كده على طول يعني. بالظبط كده يا باشا. انا كان قصدي بس يعني نعمل قعده تعارف ونشوف الدنيا يحصل فيها ايه. هو فارس جاي ولا مش جاي؟ اهو جه. اسكت بس. صباح الخير. صباح الخير. يا ترى كنت حاسس بايه بقى وانت بتساعد ليل انها تاخد بنات وتهرب بيهم؟ ايه ده؟ هو انتوا جايبيني هنا عشان كده ولا ايه؟ ليه؟ هو انت شايف ان اللي انت عملته ده عادي؟ وانت مستني كنت اعمل ايه بقى بالظبط؟ والله شوف اخوك الصغير اتصرف ازاي وانت تعرف. فرق كبير قوي بين اللي انت عملته واللي هو عمله. لا انا اصلا كنتش عايز اعمل كده، انا ماما اللي قالت لي. اسكت اسكت انت. بصراحة مصدومة فيك. يعني ما كنتش هتكلم معاك دلوقتي لما نكون لوحدينا، بس اخوك سبقني. طيب انا مش هقبل انتقاد من اي حد لاني شايف ان انا عملت الصح. لا، اللي عملته غلط وغلط كبير كمان. بلاش عند ومكابرة. شوفوا، أنا سامح لكم تديروا حياتكم زي ما انتوا عايزين، بس دايما أتدخل لما ألاقي خطوط حمراء ما ينفعش تجاوزها. أحفادي اللي بيحملوا اسم عيلتنا مش هيتربوا غير في بيوتنا، واللي عايزة تتطلق بالسلامة، بس ولادنا في حجرنا. طبعا، واحسن حل لينا كلنا انها تتطلق. خلاص بانت على حقيقتها. حقيقتها اللي ايه؟ لا بجد حد يفهمني يا جماعه، حقيقتها اللي هي ايه؟ هو في حاجه فايتاني انا مش واخد بالي منها؟ المشكله ان مفيش اي حاجه فايتاك، بس برضه انت مش شايف مصلحتنا فين. يا دي المصلحه اللي تعباكم، يا دي المصلحه اللي تعباكم. صدقوني يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع. الدنيا مش مستاهله. واكبر مثال حضرتك كنت حاطه نوع في دماغك وقصص وحوارات وخطط، ودلوقتي نوع فين؟ صدقوني يا جماعه
الدنيا بسيطه. حصل كده. بعد اذنك يا باشا. انت عايز تخطب؟ كتاب الحياة كله مكتوب يا عبد العزيز بيه، وأحيانا يجي النصيب بشكل مغاير لتوقعاتنا كلها، وأنا جاي لك عشان نتفق على تفاصيل الطلاق بشكل ودي. يا معالي المستشار، اللي انتوا عايزينه احنا هننفذه، ولو انه على غير هوانا خالص. بس انا عايز معاليك تعرف ان احنا ما قصرناش في حق بنتنا ليل، وان هي اللي اختارت ولازم تتحمل تبعات اختيارها. اسمح لي، أنت بتعكس الآية. الحقيقة اللي اختاره هو يوسف، وهو اللي لازم يتحمل تبعات اختياره. ابني اختار انه يتجوز زوجة تانية، لكن ما اختارش انه يطلق ليل. وهي اختارت انها تطلق بناء على قرار زواجه من امرأة أخرى من غير علمها ورضاها، وده تغيير العهد اللي بينهم. لا ابني، لا خالف عهد ولا شرع. معاليك قاضي عظيم، وابوها الله يرحمه كان برضه قاضي عظيم. يعني لازم بنتنا ليل تبقى عارفة ان ده من حق يوسف عادي، لانها اتربت في بيت عدل وحكمة. أنا مش عاوز أدخل معاك في نقاش يزعلك أو يضايقك مني. البنت ملهاش غير مطلب واحد، إنها تتطلق النهاردة. النهاردة؟ وماله، تتطلق النهاردة ماشي، بس لازم حضرتك تكون عارف كويس إن ليل بنتنا ما شافتش من يوسف ابني إلا الخير، ولو اتطلقت وفضلت قاعدة وسطينا بما يرضي الله برضه مش هتشوف غير الخير. بعشم فيكم. احنا أولاد أصول معاليك، ونعرف الأصول كويس. وليل لو فضلت قاعدة وسطينا هنا بما يرضي الله هتفضل حقوقها كلها محفوظة. ما تهدي بقى، سيبي ضوافرك. حاسه ان العقربه دي هتتسهوك على اخر لحظه وتقول له ما يطلقهاش. مش حاسه كده خالص. هو انت مش قلتي ان ليكي حد هناك؟ ليا، بعت حد يسأل. الو، يا خالد، في اي جديد؟ طيب اول ما تعرف حاجه قول لي على طول. باي. ها، المأذون لسه جوه. طيب يعني بيخلصوا. اهدي بقى يا روكا، يمكن بيحاول يصلح بينهم. انسي انسي، ان شاء الله خير ويطلقوا. اما نشوف. روكا، هي لما تتطلق هنبتدي نروح بيت ابو العزم عادي صح؟ اولا انا كده كده بروح، بعدين ايه نروح دي؟ احنا هنعيش هناك اصلا. ده خيري عليهم كلهم، ودي اصلا بيوت ابني وجوزي. ان شاء الله. انتي عارفه، انا بحس ان فارس معجب بيا جدا، بس ان الظروف يعني ضد الفكره. كان متجوز وبعدين مراته توفت يعني. بس بصراحه I like him. حاضر. هو ايه اللي حاضر؟ انت مش مركزه معايا. اقصد يعني ان انا فاهمه ان انت معجبه بيه، مش معلومه جديده يعني. بعدين احنا في ايه ولا في ايه يا كريمان؟ استني اطمن ان يوسف يطلق وهجوزك اخوه. اول مره اشوفك بتحبي حد قوي كده. انا بحبه بحبه اكتر حاجه في الدنيا.
روحي ليا انا. ايه رايك بقى في جدك حبيبك؟ عمل لك كل اللي انت عاوزاه. حبيبتي عينيك كده تبكي ولا تدمع وانا موجود. عارفه يا جدو، لما تحس ان انت اتسرقت واتضحك عليك، عارف برضو لما تبقى عامل عليك قوي وواخد بالك قوي وبرضو تتسرق. أنا زعلان على نفسي أوي يا جدو. ده حال الدنيا يا بنتي. اقفلي ملفه ده حلو ومره، وفكري في نفسك في حياتك، اخلقي أحلام جديدة اجري وراها، وأمني بقوة الزمن. الزمن كفيل يعرفه غلطه وتشوفيه ندمان وبيلعن حظه. والأيام بينا يا حبيبتي، لو أنا عايش هقول لك شفتي، ولو أنا ميت افتكريني قولي شفتي يا جدو. ربنا يخليك لي، ربنا يخليك لي يا جدو. خلصتوا كلام؟ ما كلامنا ما بينتهيش ابدا انا وهي. اتفضلوا اقعدوا. أنا بس كنت عايزة أعرف هتعملي إيه مع الولاد؟ هتقولي لهم إيه؟ هنقول لهم الحقيقه بس بالتدريج. هو ده اللي أنا كنت عاوزة أقوله، ولازم تطمنيهم يا حبيبتي. طيب لينا، أنا في حاجة كنت عايزة أقولها لك، أنا مش عارفة أنت عارفاها أصلا ولا لأ. تتكلمي عن إيه؟ أنت شفتي البوست والصورة اللي رؤية نزلتهم؟ صورة إيه؟ بص، أنا ما كنتش عايزة أضايقك، بس هو يعني واضح إن الجوازة دي بقالها شوية، ويوسف مخلف من رؤية. أنت بتقولي إيه؟ يا لهوي يا مصيبتي، يا لهوي يا لهوي، إيه ده؟ هدي يا حبيبتي، يا لهوي يا لهوي. كان لازمته إيه دلوقتي الكلام ده؟ يا ماما كان لازم اقول لحد كده تعرف من بره يعني. أنا لازم أمشي، أنا لازم أمشي من البيت ده. حبيبتي مش هينفع نخسر كل حاجة. خلي بالك من بناتك وربيهم وربنا معاكي، ولا إيه يا جدو؟ يا بنتي يا بابا أنا مهلك. يا بنتي يا بنتي يا بنتي اسمعيني يا بنتي، يخلف ما يخلفش ما يهمناش، اللي يهمنا انك تاخدي حقوقك الشرعيه وهو ربنا يسهلك. حبيبتي حسبي الله ونعم الوكيل. ازيك يا ليل؟ ازيك يا فارس؟ عامل ايه وازاي ادم؟ والله تعبني جدا. انا بكلمه تقريبا ما بيردش عليا. انا لسه راجع من عند جدته، حالتها صعبه، موت نوعها مدمرها. يا حبيبي بقول لك ايه، على فكره ادم ما ينفعش يقعد لوحده، يبقى هاته يجي يقعد معايا انا والبنات وانا هفكهولك. يا ريت والله، نبقى نعمل كده. مين عارف دي صوره ايه؟ انا يا ماما. وانا كمان. وانت يا دومي عارف؟ طب ايه؟ دي كاندل. برافو، سقفوا له. ايوه. طب يعني ايه بقى بالعربي؟ يعني شمعة. برافو حبيبتي. طب دي بقى الصورة دي لو عرفتها هديلك شوكولاتة. أنا يا ماما. لا دومي هو اللي هيقول، صح يا دومي؟ يلا حبيبي. يعني ايه؟ يعني طيارة. برافو. يلا حبيبي خد اللي انت عايزه. هاتي. بصوا يا جماعه، انا انجي بالنسبه لي مش بس بنتي، دي صاحبتي. مع ان بيبان شكلي جد شويه، بس وانا معاها بصراحه تقولوا اصغر منها. ده حقيقي. انا وبابي علاقتنا علاقه صحاب اكتر ما هي اب وبنته. عشان كده مامي بتغير مننا طول الوقت. والله ما غيره يا إجلال هانم،
انت عارفه ربنا ما ادانيش الا انجي، بس بقول الحمد لله لان انا فعليا عندي طفلين. ما تزعلش يا نادر. بيصحوا من النوم الصبح يعملوا اللي على كيفهم، ايا كان صح غلط مش فارق معاهم حاجه خالص. يعني مرة ألاقيهم عاملين خيمة في المطبخ، مرة ألاقيهم جايبين البيسين اللي بيتنفخ وحاطينه في الصالون. تخيلي. معقولة للدرجة دي؟ بص، هي هايدي بتبالغ شوية في موضوع البيسين ده، وصراحة ما كانش في الصالون، هو كان في الليفينج. معلش بس انا عندي استفسار بسيط. يعني حضرتك بتبقى قاعد في الليفنج لابس المايو قلع من فوق كده عادي؟ تخيل. المصيبه ان انا متخيل. مش الدنيا والنبي، ماشي الدنيا جوازها ابوه. فرقت قوي يعني الليفينج من الصالون، مش كده؟ كده هتبوظ الجوازه. قوم يا ابني اجري دمفل بجلدك. لا يا انكر، لا ده هو ده بالظبط اللي انا عايزه. حلو، يبقى في الهيافه مش هتلاقي زي انجي. بابي ايه بقى؟ ما خلاص انت جايه تبرقي دلوقتي. بس هي اكيد على ايد اجلال هانم هتتغير. ده أكيد، والأكيد أكتر إن البيسي مش هيكون في الصالون. امك بقى تقول لي فاتن كمان ولا ايه؟ يضحك والنبي مش الدنيا. ولا إيه يا فارس؟ طبعا لا، يعني انا شايف ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. طبعا ان شاء الله يحطوا الحمام في الصالون، دي حاجه طلعتهم طالما مبسوطين. كل اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان احنا بنتشرف بنسبك، وطبعا انجي هتتشال في العين، وحازم طبعا مش محتاج اوصيه عليها، هو هيشيلها في عينه. وانت يا انجي لو ضايقك في اي حاجه تعالي قولي لي انا على طول، انا بعرف اتصرف معاها. ده اكيد. اكيد انت تقول لاي حد اللي هو. وطبعا اي حاجه مطلوبه من حازم هو جاهز ليها. مش كده هندسه ولا ايه؟ كده يا فارس. اكيد احنا مش هنلاقي زي الباشمهندس حازم ولا عيله محترمه زي حضراتكم. شكرا. تكلنا على الله. مبروك. لا ثانيه واحده، انا مش موافقه اصلا. ايه؟ بهزر. ابتدينا بقى. العيله كلها طلع دمها خفيف ولا ايه؟ شكلها جينات كده وانا لبست. طيب يا جماعه نقرا الفاتحه بقى. يلا نقرا الفاتحه. اهلا 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 نجم عيله ابو العافيه. ازيك؟ عامل ايه؟ لا ده احنا النهارده ذاكرنا ولعبنا واكلنا، صح يا دومي؟ ايوه صح. اوبا، ايه الشطاره دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا روح لما حاجتك عشان قبل ما تنام النهارده هتحكي لي كل اللي عملتوه النهارده. اوكي. يلا يا رونالدو يلا. انا حقيقي متشكر جدا يا ليل. حقيقي ادم بقى واحد تاني، شخصيته اختلفت خالص. ده طبيعي، يعني قعدته معايا انا والبنات لازم يعرف يتكلم ويعبر. على فكره انا بحب ادم قوي وبعتبره زي ابني بالظبط. انا عارف ومتاكد كمان، واشكرك للمره التانيه. على ايه بس؟ يلا يلا بطل نمشي نقول جود نايت. جود نايت يا ليل. جود نايت يا ليل. مفيش طنط في الموضوع خالص. طب ده انا الوحيد اللي بتقول له فارس. لا ما احنا بقينا اصحاب خلاص، صح يا دومي؟ ماشي يا عم، يا بختك يا عم. يلا اركب اركب. طيب احنا بقى هنمشي. جود نايت يا طنط ليل. جود نايت يا انكل. يا فارس لازم الجزمة تكون سودا يا فارس، ما ينفعش تكون وايت عشان باتمان. يا ابني هو باتمان ده ما عندوش غير جزمه واحده يعني؟ لا عنده بس كلهم بلاك. كلهم صغروا عليك يا حبيبي، كلهم صغروا عليك. ابوس ايدك، الحفله هتبدا كمان شويه، ابوس ايدك يلا. ماليش دعوة. حاضر حاضر يا ادم، انا هتصرف، هجيب لك حاجه بسرعه. بس لو كده هنروح بالموتوسيكل وما تقوليش بقى انا خايف يا فارس. هو ايه اللي خايف؟ ده انا اصلا عايزه اسوق. انت بتعرف اصلا؟ ده انا هعمل لك كورس. طب يلا يا اخويا يلا يلا يا اخويا يلا. I'm here to save the day. Well done, Superman. And now let's welcome the amazing Spider-Man, Omar El-Lisi. Friendly neighborhood, Spider-Man, here to help. Bravo, Spider-Man.
يلا الأمهات تستعد عشان نطلع ناخد صورة مع الأولاد. Get ready mothers. بس الأول هنكمل مع السوبر هيروز.